معدات عسكرية وقتالية متطورة تنتج بأياد جزائرية. سياسة جديدة قررت وزارة الدفاع انتهاجها لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأسلحة والعتاد ولتقليص نفقات التسليح التي تجاوزت 20 مليار دولار. الشاب الجزائري اللي احنا استثمرنا فيه استثمار كبير، وهو من اغلى الاستثمارات تاعنا اللي اليوم نعولوا عليه كركن من اركان هذا الانتاج وهذا التصنيع. عملية التركيب تحتاج إلى دقة ومهارة عالية حسب المعايير الألمانية، لهذا يجب على العامل هنا أن يكون يحرص دائما على التركيب بدقة ومهارة. حتمية الطلب الداخلي من طرف مختلف المصالح الأمنية والأوضاع الأمنية المتردية في الجوار دفعت البلاد إلى إبرام صفقات لإنشاء مصانع مشتركة مع ألمانيا، الصين، جنوب إفريقيا والإمارات، والهدف دخول السوق العالمي للسلاح والتحول من بلد مستهلك إلى مصدر. وهي نتائج نعتبرها لابنة قوية نضعها سنة بعد أخرى في صرح تطوير الجيش الوطني الشعبي. تكنولوجيا الكشف بالرادار والاتصالات التكتيكية ومعدات المراقبة الليلية، الصناعة الإلكترونية الدفاعية، إنتاج السيارات الثقيلة الرباعية الدفع، تصنيع العربات المصفحة، إنتاج الطائرات المروحية الخفيفة والمتوسطة، تطوير وصناعة الطائرات بدون طيار، روافد أصبحت تميز الصناعة الحربية الجزائرية. بعد استعادة السيادة الوطنية رحم الله بومدين ورحم الله قصدي مرباح اللي طوروا تلك الصناعة، وبالتحالف مع الأصدقاء الصينيين والروس واليوغوسلاف وألمانيا الاتحادية أنشأوا قاعدة لهذه الصناعات. فجر جديد للتصنيع العسكري في الجزائر، واستراتيجية قائمة على ترشيد النفقات وتحسين السيادة الوطنية الكاملة. صناعة الأسلحة في الجزائر ليست وليدة الساعة، بل هي استراتيجية موروثة عن جيش الأمير عبد القادر الجزائري قائدي المقاومة والمجاهدين إبان الاستعمار الفرنسي. استراتيجية مستمرة، لكنها اليوم ترتكز على الجانب التكنولوجي والعلمي، مواكبة للتطور ولمواجهة التحديات الأمنية المستجدة. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.